أهلا بيكم في كلام إلهام. الشعور بالوحدة شعور وحش جدا وسيء جدا، أكيد محدش مننا يحب يعيشه أو يشعر بيه، لكن للأسف في بعض الأحيان بيفرض نفسه علينا فرض، وبنضطر غصب عننا إن احنا نمشي مع الشعور ده. امتى بقى بيحصل ده أزيد وأزيد؟ بيحصل في الأوقات اللي بيكون فيها مناسبات معينة، زي مثلا النهاردة كده الفالنتاين، مناسبة بتقلب كتير من المواجع على ناس كتير، اللي انفصل عن حد كان بيحبه، أو اللي ساب زوج أو خطيب، أو اللي صاحبته أو صاحبه سابه، يعني لما يكون صداقة يعني بين اتنين، ويبتدوا كل واحد من دول يحس بإحساس الوحدة، وإن هو كان ممكن في اليوم ده يكون مع الشخص التاني فرحانين ومبسوطين وبيحتفلوا مع بعض، لكن ده مش موجود دلوقتي لأنهم اوريدي بعيد عن بعض وانفصلوا عن بعض. إحساس وحش قوي. اتمنى ان مفيش حد بيكون بيمر بيه النهارده، لكن ده مش واقع. الواقع بيقول ان اكيد في ناس كتير بتمر بالاحساس ده النهارده. طيب، نعمل ايه علشان نتغلب على الاحساس ده ويعدي اليوم ده بسلام وهدوء كده، من غير ما يكون في ألم نفسي جوانا، ولا نحس بالانكسار وان احنا لوحدنا وان احنا مساكين وغلبانين؟ كل الاحاسيس السلبية دي عاوزين نشيلها مننا. لازم نبتدي نفكر في نفسنا بطريقة تانية، ونفكر ازاي نعدي اليوم ده بأقل الخسائر الممكنة. في خطوات معينة كده ممكن نعملها تشيل مننا إحساس الوحدة وإحساس القلق في اليوم ده. أول حاجة، في لحظات الوحدة دي خلينا دايما فاكرين إن إحنا محبوبين بطرق كتير. عندنا أهل بيحبونا، لو انتي مثلا مدرسة عندك كتير من الطلبة بتوعك بيحبوك وبيتمنوا ان هم يكونوا معاكي على طول. عندنا أصحاب معينين غير اللي سبناهم مثلا لسه متمسكين بينا وبيحبونا. عندنا فرصة لسه ان احنا نعرف ناس جديدة. كل ده لو فكرنا فيه ممكن يشيل مننا إحساس الوحدة. وخلينا دايما فاكرين ان يوم الفالنتين ده مش بس مخصص للاتنين المرتبطين مع بعض، لا، في انواع كتير من الحب حوالينا. حب العيلة، حب الاهل، حب الاصدقاء، زي ما انا لسه قايله. نبتدي كتير نفكر ان في حاجات في الدنيا موجودة غير بس الارتباط، وانواع كتير من الحب ممكن تكون موجودة حوالينا بس احنا بس مش شايفينها. ممكن نبتدي نحب نفسنا. أرقى أنواع وأحلى أنواع الحب هو إن الشخص يحب نفسه. 2، نستبدل الإحساس السيء والسلبي ده بإحساس تاني أحلى، إن إحنا في اليوم ده نهتم بنفسنا شوية زيادة. أخرج أشتري لنفسي حاجة حلوة مثلا، أو أعمل لنفسي حاجة حلوة في البيت مع مشروب سخن، وأقعد قدام التلفزيون مثلا أتفرج على فيلم لطيف يخرجني من حالة الوحدة ومن حالة الزهق اللي أنا فيها مثلا. 3، خلي حبك لنفسك في اليوم ده فرصة ودفعة للأمام، إن تخليك تحس قد إيه بقيمتك، وإن أنت شخص لوحدك ليك قيمة كبيرة جدا، مش محتاج حد تاني عشان تستمد منه القيمة دي، وإن أنت كامل، مش محتاج حد تاني علشان يكملك. حتى لو في مرحلة بعد كده من حياتنا اتعرفنا على حد تاني ودخل في حياتنا حد جديد، برضو يفضل الإحساس ده جوانا، إن إحنا شخص كامل، مش مستنيين حد تاني أبدا يكملنا. وأتمنى إن أنا أكون فدتكم، وأي كلمة قلتها دلوقتي خرجت حد واحد فيكم بس من إحساس الوحدة، واديت له إحساس إيجابي بدل الإحساس السلبي اللي كان مسيطر عليه اليوم ده.